قبل ما تعلم ابنك يقول كلمة علمه الأول يلعب. أيوة أنت سمعت صح، بقول لك يلعب وهتفهم دلوقتي ليه. أهلا بيكم. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. كل اللي أول مرة يشوفني، أنا محمد خالد، أخصائي تخاطب وتنمية مهارات. اللي متابعني النهاردة بتاع تخاطب جاي لكم بفيديو جديد مختلف خالص عن كل مرة شفتوني فيها. مش مجرد كلام ولا معلومات بس. الفيديو يمكن طويل شوية بس كل فقرة بتكمل اللي قبلها. هنفهم مع بعض يعني إيه اللعب، وليه هو مهم جدا، وازاي اللعب يكون اول طريق لبدايه الكلام. ولما تطبق التدريبات اللي هتشوفها النهارده تبدا تشوف ابنك بيتغير فعلا. اللي مش بيتواصل معاك هيبص لك، اللي مش بيتفاعل هيبدا يتفاعل، اللي مش بيقلد هنخليه يقلد، وبعدها باذن المولى عز وجل يبدا يتكلم. اول حاجه نبدا بيها دايما هي الانتباه، ان الطفل اللي مش بينتبه مش هيسمع، واللي مش سامعك مش هيفهم، واللي مش فاهمك عمره ما هيتكلم. جاهزين نلعب؟ بس خلي بالك كل الالعاب اللي هنقولها النهارده اهم حاجه اننا نكون مطمنين من سلامه الحواس، مستبعدين الشق الطبي من الموضوع. اللعبة دي بسيطة جدا وبتشد الأطفال جدا. هات نضارة ملونة أو ستيكر أو أي حاجة تلونها حوالين عينيه، ألوان مية، جليتر، أي حاجة ملفتة، وانده عليه باسمه. أول ما يبص لك في عينك اعمل مهرجان ضحك بقى وأصوات، خليه يحب يبص لك، خليه يبص في عينك ويتواصل معاك وأنت بتكلمه أو لما تنده عليه، وزود المدة شوية بشوية، وبعدها قلل الانصراف لحد ما يبدأ يركز معاك من غير أي أدوات. هات بالونه وانفخها وقول له بص على البالونه. جرب كده تسيبها تطير. كمان ممكن تحط فيها شويه رز عشان تعمل صوت. عايزك بقى تركز وتبص على ابنك. ضحك طيب جري وراها. لو عمل كده يبقى بدأنا ننمي الانتباه البصري. اللعبة دي مهمة قوي وهتفيد جدا الأطفال اللي عندهم ضعف في الانتباه السمعي. جرب كده تستخبى أو حتى تكون قدامه بس عينه مش شايفاك، واعمل صوت صفارة أو شخليلة، مفاتيح، وأي صوت اعمله، وبعدين اسكت وشوف ابنك وتابعه هيعمل إيه. يرفع راسه يبقى هيدور على مصدر الصوت جاي منين، أو دور على مصدر الصوت. ده حاجة جميلة جدا. عاوزك تكافئه بقى بسرعة، بضحكة، بسقفة، برافو، بهزار، بضحك، بأي طريقة. طيب لو ما استجابش وكأنه مش سامع حاجة، كرر الصوت بس أعلى شوية وجرب تاني، وبعدها قلل الصوت تدريجيا. ده بنعلمه يسمع بتركيز ووعي. وخليكم فاكرين احنا متفقين ان احنا مستبعدين الشق الطبي من الموضوع. دي اهم الالعاب اللي بتعلم الطفل الفهم قبل الكلام. جهز مثلا عربيه او كوره او حتى معلقه، حطيهم قدامه وقولي له هات كوره او هات عربيه ايا كان. يعني لو مد ايده وجاب حاجه غلط ممكن تساعديه مساعده بسيطه، ولو جابها صح حضن بقى وتشجيع وبرافو. الهدف هنا ان الطفل يربط الكلمه بالفعل، وده اول طريق الفهم الحقيقي للكلام. بس خد بالك اللعبه دي نبداها بس لما يكون الطفل مدرب قبل كده على الحاجات دي وعارفها كويس، يعني يكون عارف الكوره والعربيه والمعلقه. هتقول لي طب لو هو لسه مش عارفهم وحصيلته اللغويه مش قد كده مش هيلعب؟ هقول لك لا، بس هنا الهدف بتاع اللعبه هيتغير. الهدف مش هيكون ان هو يجيب اللعبه الصح اللي انت طلبتها منه، الهدف هيكون انه يتفاعل ويشارك معاك، ينفذ معاك امر هات وخد. اوعى تنسى لما ينفذ الامر معاك صح مرات متتاليه نزود الصعوبه تدريجيا. كده احنا بدأنا في أول خطوة وعلمنا الطفل يبص ويركز ويسمع ويفهم، وده الأساس اللي بيقوم عليه الكلام. دلوقتي بقى بعد ما الطفل بدأ يركز ويبص لك ويسمع، خش على المرحلة الثانية، تعتبر أهم مرحلة في حياة أي طفل، التفاعل. الطفل اللي بيتفاعل بيتكلم. ركزوا معايا بقى من أول اللحظة دي. هنبدأ نعلم ولادنا ياخدوا ويدوا في الحوار حتى لو لسه ما بيتكلموش. اللعبة دي كنز بجد، أول شكل من أشكال التواصل من غير كلام. سقف وقول له اعمل زي، المس راسك وقول له اعمل زي، ارفع ايدك، غمض عينك، طلع صوت بسيط، خبط على الترابيزة. أي حركة سهلة هو يقدر يقلدها. أول مرة ممكن يضحك وما ينفذ، طبيعي جدا. تاني مرة أعتقد ممكن يحاول، تالت مرة هيقلدها. ساعتها بقى حضن وضحكة وبرافو وسقفة. المهم يحس إن عمل إنجاز. افتكر دايما اللي مرة بيقلدك فيها هو بيقول لك بلغته أنا شايفك ومعاك. وافتكر دايما إن التقليد هو من أهم المهارات اللي لازم تكون عند ولادك. اللعبة دي من أكتر الألعاب اللي بحبها لأنها بتعلم الطفل مفهوم الدور، ده من أهم أسرار التواصل. هات كورة صغيرة ارميها وقول له هات أو شوت، وأول ما يشوط الكورة إيه ده برافو، ممكن تجري وراها اللي هو إيه ده يا جاب. خلي الموضوع ممتع، كرر كذا مرة وبعد شوية سيبه هو اللي يبدأ الأول. هتشوط له الكورة وتستناه يشوطها لك من غير ما تطلب منه. لو عمل كده ساعتها يعرف إن ابنك مش بس بيلعب، ده بيتفاعل وبينتظر دور.
اللعبة دي تحفة في تحفيز التواصل. غني معاه أغنية بيحبها، بابا فين، بابا هنا، ماما زمانها جاية، ذهب الليل وطلع الفجر، أي حاجة حتى لو جاي بيشكل شفيقة، المهم إنه يكون بيحبها. غني وفجأة اسكت واستنى وشوف هيعمل إيه. هيبص لك، يضحك، يحاول يكمل الكلمة أو حتى يطلع أصوات. لو عمل كده يبقى كده حصل تفاعل. اللعبة دي بتعلمه إن التواصل مش لازم يكون بالكلام، ممكن يكون بنظرة أو بضحكة أو بإشارة بسيطة. ودي أول خطوة للتواصل اللفظي. اللعبة اللي تقريبا كل الأمهات بتعملها ومش عارفة قيمتها، غمي عينه وقولي له فين ماما، وبعدين شيلي إيدك بسرعة وقولي له أهي ماما. بتعملوها طبعا عشان الضحكة اللي بتطلع من قلب، بس الحقيقة استغماية مش هزار، دي لعبة انتظار وتوقع. يعني دماغ الطفل بتتعلم يستنى ويتوقع اللي هيحصل، وده بيخليه أهدى وأوعى، وبيفهم بقى إنك بتروحي وبترجعي، وده اللي هيبني الثقة عنده. خلي بالك، الطفل اللي بيطمن لرجوعك بيتعلم يسيبك من غير خوف. شغلي مزيكا يكون بيحبها وقولي له لما المزيكا تقف هنقف احنا كمان. شغليها بقى وارقصي معاها، اجروا ورا بعض، المهم تعملوا اي حاجه، بس اول ما المزيكا تقف نقف احنا كمان. عاوزك تتابعيه وتشوفي رد فعل، هيقف زي ما كنتوا متفقين ولا لا. زيها زي لعبه الكراسي الموسيقيه كده، لما الاغاني بتقف بنقعد على الكرسي، لو وقف معاكي تمام، لو لا كملي اللعبه تاني. اللعبه دي بتعلمه التحكم في نفسه وازاي يستجيب للاشارات، ودي من اهم المهارات اللي بتيجي قبل الكلام. اللعبه والله تستاهل نجرب مرة واثنين وعشر. ولما يبدأ يقف مع المزيكا أكتر من مرة بنفسه يبقى بدأ يستوعب العلاقة بين الصوت والفعل. عاوزك تخلي بالك من حاجات مهمة قوي كلنا بنقع فيها. اللعب مش هدفه ان الطفل يعمل الصح، اللعب هدفه ان الطفل يشارك ويتفاعل. يعني لو رمى الكرة غلط او ضحك او جري او هزر وقعد يعمل اي حاجة، كله اسمه تفاعل. كل ما تحاولي تسيطري على اللعب صدقيني المتعة هتضيع. تبقي حر وبسيط ومليان ضحك. كل لحظة ضحك بينك وبين ابنك درس جديد بيتعلمه من غير ما ياخد باله. وكده احنا علمنا الطفل اهم حاجة بعد الانتباه، انه يتفاعل يعني يضحك ويرد وياخد ويدي ويستنى دور. كده ابنك بدأ يتواصل فعلا. دلوقتي بعد ما الطفل بدأ يتفاعل ويبص لك ويقلدك، نبدأ ننقله من مرحلة التواصل إلى مرحلة الفهم واللغة. خلي بالك، اللغة مش حفظ كلمات، اللغة بتتبني من التجربة، من اللعب والروتين اليومي اللي عايشه طول اليوم. يعني ابنك مش هيتعلم تفاحة من صورة من الموبايل، لكن هيتعلم تفاحة لما يمسك التفاحة بإيده، يقطع التفاحة، يشمها، يدوقها، يمسك مجسم تفاحة في إيده ويلعب بيها، يحطها على الترابيزة، تحت الكرسي، عند الباب، يطابق التفاحة بكارت فيه صورة تفاحة. اللغة بتعيش جوه الفعل مش في الكلمة وخلاص. يا ماما المطبخ ده اكتر مكان يقدر يعلم ابنك اللغه من غير ما يحس. خليه يساعدك في حاجات بسيطه، يحط المعلقه في الطبق، ينقل حاجه من مكان لمكان، يناولك قوطه من الثلاجه، يفتح درج ويقفله. كل ده تدريب لغوي ومهاري مهم جدا. وانت بتعملي كده اتكلمي معاه على طول، عرفيه كل حاجه موجوده حواليه في البيت، بوتاجاز، غساله، معلقه، طبق، سرير، كل حاجه حرفيا عينه بتشوفها عاوزينه يعرف. ما تنسيش طبعا وانتوا بتعملوا مع بعض اي حاجه تشرحيها، اقلب، احط، اغسل، افتح، اقفل، زودي من ده كتير بس بصوت مريح ومن غير ما احطه تحت ضغط. ودايما اعملي حركه توضح الكلمه اللي بتقوليها. ليه ده مهم؟ لان دماغ الطفل مش بتحفظ الكلمه، دماغه بتحفظ التجربه وبتربط الكلمه بالفعل. اللعبة دي جميلة جدا لأنها بتجمع بين اللغة والتعبير والمشاعر. تقعدي قدام ابنك بس يكون قريب منك، يكون في تواصل بصري، أو ممكن تقعدي أنت وهو قدام مراية، اعملي رياكشن فرحان أو زعلان أو مصدوم، قولي له وش بيقول إيه، وبعدين خليه يقلدك. وبعد كذا مرة بدلي الأدوار أنت وهو مع بعض، حتى لو بيحاول ومش عارف أو بيضحك بس هنا بدأ يستخدم تعبيرات وشه أو أي أصوات بسيطة لما يبدأ يشوف مشاعر مختلفة. ودي بداية فهم المشاعر واللغة. خلي بالك، دي من اكتر التدريبات المفيده في تنميه اللغه، بس التدريب لازم يكون بطريقه صح عشان ممكن نضر اولادنا من غير ما ناخد بالنا. تعالى اقول لك انك معاكي مثلا كارت فيه تفاح، امسك الكارت في ايدي وهبدا اقول له تفاحه تفاحه تفاحه، هات تفاحه، حط تفاحه على الترابيزه، من اللي زيها، لونها ايه، طعمها ايه. ممكن نجيب كمان تفاحه حقيقيه ونقطعها، نجيب مجسم ونفرق بين الكارت واللعبه والحقيقه، ونطابق ونميز ونشتغل بقى، نعرفه كل حاجه عن التفاحه بس بالتدريج ومش مره واحده.
دي تطوير للعبه اللي قلناها في الاول بتاعت هات وخد. فاكرين الكوره والعربيه والمعلقه؟ المره دي هنزود الصعوبه شويه ونحط 5 حاجات بدل 3. قولي له هات الكوره الحمراء، هات المعلقه الكبيره، هات العربيه الصغيره. كده بقى هنتعلم نميز اللون والحجم والشكل. يعني لازم قبل ما ناخد الخطوه والتدريب ده يكون عنده مفاهيم كتير، زي كبير وصغير، طويل وقصير، يكون عارف الالوان والمجموعات الضمنيه. الناس فاكرة إن التدريب بيحصل وقت التدريب بس، لكن الحقيقة إن أقوى تدريب بيحصل في البيت على مدار اليوم. وقت الأكل تدريب، وقت اللبس تدريب، وقت الحمام تدريب. كل لحظة في اليوم هتفرق معاه كتير. واضحة وبسيطة. عاوزة تعلمي ابنك ازاي يتكلم؟ اديله فرصة يختار. هاتي تفاحتين، واحدة حمراء والتانية خضراء، واسأليه تحب تاكل التفاحة الحمراء ولا الخضراء؟ تاكل بيض ولا جبنة؟ حتى لو شاور بإيده بس، ده اسمه تعبير عن الرغبة، ومع التكرار هيتشجع يقول الكلمة بنفسه. في امهات بتقول لي ابني مش بيتكلم، مع العلم ان انا طول اليوم ماشي وراه وبقول له قول قول قول، بس لما بنسالهم هو بيفهم الاوامر نكتشف ان الاجابه لا، وده السبب اللي بيخليه ما بيتكلمش. ما ينفعش اطلب من الطفل يعبر عن حاجه او يقول كلمه وهو مش فاهمها. افتكر دايما ان الفهم قبل التعبير. اللي فهم الجمله هيقولها لوحده بس لما يكون جاهز. قبل ما نقفل كده خلينا نرد على شويه اسئله بسمعها دايما من اولياء الامور، وغالبا في منهم كام سؤال جه في بالك دلوقتي. ما تفرضيش عليه اللعب، شاركيه فيه. يعني لو هو ماسك عربيه وبيلعب بيها ما تاخديهاش منه وتقولي له يلا نلعب، لا، اقعدي جنبه وامسكي عربيه زيه وابداي قلديه والعبي معاه، وقولي له بص العربيه، بص العربيه بتمشي ازاي، يلا نلعب مع بعض. كده هيتفاعل احسن. بلاش ضغط على الولد، وبلاش اوامر كتير، وبلاش يلا اعمل كده اعمل زيي. هي مش خناقه، الموضوع بيكون محتاج شويه ضحك وهزار ولعب. اللي يشوفك مبسوط بالحركه اللي انت بتعملها عشان يقلدك. كل ما يشوفك مستمتع وانت بتعمل الحركه احتماليه انه يقلدك بتزيد. الطفل محتاج وقت، اديله وقته، مفيش طفل بيقلد بالعافيه. حلو جدا لو وصلنا لمرحله انه فاهم كل حاجه، كده نص الشغل اتعمل. ابدا شجعه على التعبير بالاشاره، بنظره، بصوت، وكل مره يعمل اي محاوله للتعبير كافئه فورا. الطفل اللي بيتشجع على المحاولات بيتكلم اسرع من الطفل اللي بيتضغط عليه ويتقال له يلا اتكلم. خلي اللعب جزء من مهامك اليوميه زي الاكل والغسيل والترويج، حتى لو نص ساعه يوميا تفرق معاه كتير. كده كده احنا متفقين لاننا على مدار اليوم بنلعب. وقت الاكل بنلعب، واحنا بنروق الشقه بنلعب، بنستغل وبنتعلم اي حاجه على مدار اليوم عشان نعلمه مهاره جديده او ناكد على مهاره موجوده عنده. اوعى تنسى اي موقف بيحصل في البيت او اي حاجه انت بتعملها له هي مهاره لازم يتعلم. كده احنا وصلنا لمرحله مهمه جدا، علمنا الطفل يفهم ويختار ويقلد ويشارك، وكل ده من غير ما نطلب منه يقول كلمه. خلي بالك، افتكر دايما الجمله اللي بدات بيها الفيديو، قبل ما تعلم ابنك يقول كلمه لازم تعلمه يلعب، لان اللعب هو اللغه الاولى والجسر اللي الطفل بيعدي عليه ناحيه الكلام. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ابنك بيحب يلعب ازاي، ولو جربتوا الالعاب دي او العاب تانية قولوا لي النتائج عملت معاكم ايه. اوعوا تنسوا تشاركونا افكاركم لان كلنا بنتعلم من بعض. لو تعرفوا حد ممكن يستفيد من الفيديو ده شير معاه الفيديو، لان الدال على الخير كفاعله. سلام.